اتحاد الكرة المصري ضحك الأهلي على الزمالك ووجه له صدمة قوية. اتقال إن خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل رسمي كل أندية الدوري بضرورة سداد المستحقات المالية المتأخرة لجميع اللعيبة، وده قبل انطلاق الموسم الجديد، في خطوة تهدف إلى ضبط المنظومة الكروية وضمان حقوق اللعيبة. وأكد الاتحاد في خطابه إن الأندية المخالفة قد تواجه عقوبات صارمة تصل إلى منع القيد، وده وفقا للوائح والقوانين المعتمدة من الاتحاد المصري والاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. وشدد البيان على ان زمن الطبطبه انتهى، وان الالتزام المالي اصبح شرط اساسي للمشاركه في الموسم الجديد. وعلى راس الانديه اللي كانت بتعمل المشاكل دي هو نادي الزمالك، واللي بعد ما اداره الزمالك سمعت القرار ده اصبح في ازمه داخل النادي، وده بسبب الديون المتراكمه لصالح لاعبين سابقين في الزمالك وحاليين كمان، بالاضافه لمستحقات واجبه السداد لبعض الجهات. وده اللي هيؤدي الى ان نادي الزمالك حاليا مطالب بسداد مبالغ كبيره لتفادي منع القيد سواء المحلي او القاري. اما بالنسبه للنادي الاهلي فرحب بالخطوه دي جدا، واعتبرها خطوه ضروريه نحو تطبيق العداله وحمايه حقوق اللعيبه، واكد ان النادي ملتزم بسداد مستحقات لاعبيه في موعدها ومفيش اي متاخرات عليه. ففي وجهه نظرك يا معلم، هل شايف نادي الزمالك هيطبق عليه فعلا العقوبات دي ولا لا؟